يا مساء الفل. تعالى اقولك على تريكات معينة في الزبادي هتخلي الزبادي بتاعك يطلع ناجح متماسك، والقوام والطعم مظبوط واحلى بكتير من اللي بتجيبي جاهز. كمان الفيديو ده صورته مخصوص علشان عامله لكم ريفيو النهارده عن افضل مكنة زبادي ممكن تجيبيها، وكمان بسعر بسيط جدا. تابع الفيديو لاخره وما تنسوش لايك وشير وكومنت، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة عملت سيرش كتير جدا على افضل مكنة زبادي، وناس كتير اجمعت في الفيديوهات على مكنة الزبادي زهران ان هي مميزة جدا وبتعمل الزبادي في 4 ساعات بس. تاني حاجة هي الماتيريال بتاعتها نظيفة جدا، يعني الجسم بتاعها الخارجي من بره عبارة عن بلاستيك، بس بلاستيك نظيف. تاني حاجة الماتيريال بتاع الازاز بتاع الكوبايات نظيف جدا، والكوباية نظيفة وتقيلة. فعايزة اقول لكم هو اهم حاجة في مكنة الزبادي هي الكوبايات بتاعتها. كمان الغطيان محكمة الغلق، فطبعا دي انضف حاجة فيها. تاني حاجة ان هي فيها مكان تقدري تلمي فيه السلك، وهي 25 واط، يعني استهلاكها زي استهلاك لمبة عادية انت مشغلاها في البيت. طبعا لو عايزين تعرفوا جبتها منين سيبيلي كومنت اسفل الفيديو وانا هقولك على ارخص مكان تقدري تجيبيها منه، لان هي سعرها دلوقتي بقى بره من 800 لفوق. عايزه اقول لكم انا جبتها ارخص من كده بكتير. سيبيلي كومنت وانا هقولك على المكان اللي اشتريتها منه. طيب هنعمل بقى طريقه الزبادي العاديه اللي هي كيلو لبن دافي. هحط عليه اخفق عليه كوبايه من الزبادي البلدي. بدوبها الاول بمضرب سلك من بره عشان ما تبقاش مخرزه او مكتله، وبعد كده بفضل اضيفها بالتدريج على اللبن اللي انا هستخدمه. زي ما انتوا شايفين كده، هي كوبايه زبادي واحده صغيره على لتر من الحليب، ويكون دافي، يعني تلمسيه بايدك كده تكوني مستحمله السخونه بتاعته. بس دوبناه بمضرب سلك عشان ما يكونش فيه اي تكتلات او يكون فيه تخريزه بتاعه الزبادي. هجيب بقى الكوبايات، بصوا الكوبايات نظيفه جدا، انا غسلتها وسبتها تتصفى، وهرجع اصب فيها المقدار بتاعي. طبعا لو عاوزين نعملها بالفاكهه بحط شويه من الفاكهه او الصوصات في اسفل الكوبايه، وبرجع احط عليها الزبادي بس. بعد كده نبدأ نغطيها، والغطيان بتاعت المكنة دي حلوة جدا محكمة الغلق، وهنحطها نشغل الفيشة وسيبيها. عايزة اقول لكم هو مكتوب عليها الزبادي بيتعمل من اول 4 ساعات ل6 ساعات، بس عايزة اقول لكم هي 4 ساعات بالظبط، وبيكون الزبادي بتاعك متماسك. بس ضروري ان هو يدخل التلاجة يسقع وبعد كده يتقدم ساقع. عايزة اقول لكم الزبادي متماسك جدا، عمل طبقة وش حلوة دسمة قوي. الزبادي مفهوش حموضة، مفهوش المزازة بتاعت الزبادي الجاهز. لا الزبادي حلو جدا ومظبوط، وطعمه غني قوي، احلى بكتير من الزبادي الجاهز. ده الزبادي البلدي بتاع زمان. ما تنسوش في نهاية الفيديو لايك وشير وكومنت علشان اقول لكم المكان اللي جبت منه مكنة الزبادي. باي باي.